شكرا. طبعا النهارده البادره اللي جاتنا والدعوه اللي جاتنا من جماعه طنجه والعمده ديال طنجه كانت حاجه اسلجت صدورنا واسعدتنا جدا، وكنا مبسوطين جدا واحنا بنحضر وسط اخواتنا المغاربه وبنطلع على ثقافات جديده، على الصناعات التقليديه المغربيه في هذا المعرض، وبندوق الكسكس المغربي. بما ان انا مقيم في المغرب انا دقته قبل كده، ولكن اصحابي فعلا انبهروا من الطعم وطريقه التقديم وشكل الجصعه زي ما بتقولوا وهي محطوطه. هذا هو الابهار في الكسكس. الكسكس مش طعم، مش طعم بس، مش مجرد اكله تاكلها وطعم، لا، الكسكس بيمثل تاريخ وثقافه مغربيه قديمه تربوا عليها، خاصه يوم الجمعه لازم يكون الكسكس موجود في كل بيت مغربي. واحنا كمصريين بنقول لهم فعلا احنا بنتعلم من ثقافتكم حتى الان حاجات بجد. فعلا انا مبسوط جدا. والكسكس على فكره في المغرب تروح عند اي مسجد تلاقي الناس بتطلع الكسكس فابور بعد المسجد، ومش عشان فقر ولا لا، بالعكس ده هم عايزين يتجمعوا. هذا بيعمل حاجه اسمها ترابط مجتمعي غريب، ليهم ثقافه وليهم طريقه. يا ريت يا ريت يا ريت الناس كلها والعالم كله يعرف قد ايه المغاربه بيحبوا كل الشعوب مش مصر بس. بالنسبه للمعرض هنا الحاجات اليدويه كلها كويسه، يعني المغرب بتتميز بيها الحاجات اليدويه، الجلد، الكلام ده. طبعا برضو فرصه ان احنا نتعرف على الطقوس المغربيه والاجواء المغربيه. بالنسبه لي دي اول مره بصراحه. والله الكسكس كان الكسكس كان افضل حاجه ولكن لا والله في منتجات. انا اشتريت حاجه جلد من هنا كويسه، المنتجات الجلديه المعموله بالايد دي كويسه، المغرب بتميز بيها. والعسل بتاعك اهو يعني